التفاصيل كاملة وآخر ظهور قبل وفاة الفنانة إيمان توسانامي التي توفيت إثر تسمم مقصود. توفيت منذ قليل الفنانة المغربية إيمان توسانامي التي كانت ترقد في المستشفى العسكري بالرباط منذ أسابيع إثر مضاعفات تعرضها للتسمم. كانت ابنة الراحلة قد أكدت أن الحالة الصحية لوالدتها حرجة جدا، إذ تتنفس بمساعدة أجهزة التنفس الصناعي، داعية جميع المغاربة إلى الدعاء لها. ووكيل أعمالها أسامة حكيم قد أوضح أن إيمان تعرضت لتسمم مقصود بنية القتل، ولا علاقة له بأعمال السحر أو ما يعرف بالتكال الذي سبق لها أن تعرضت له من قبل. ولكن حتى الآن لم تشير أي مصادر أمنية من القائم على هذه الواقعة. بإذن الله أحبابي، خلال دقائق ما الآن سوف نوفقكم بمزيد من الفيديوهات عن جنازة الفنانة وموعدها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشكركم.